بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، اصدقاء البرنامج، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه وزي الفل. في البدايه ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاه على الحبيب، مهمه جدا عزيزي المشاهد، هي دي اللي هبقالك. طيب نبدا بايه؟ نبدا بموضوع كهرباء. فجاه كده يا جدع الفيسبوك اتقلب وتويتر والحاجات دي كلها نقلا عن الاخ خالد الغندور. كل لما افتح بوست الاقي خالد الغندور في وشي. خالد الغندور، خالد الغندور، خالد الغندور، خالد طلعت، خالد الغندور، خالد طلعت. الله يا زين ما اخترته يعني عشان تجيبوا اخبار. طيب في ايه؟ قال لك والله يا جدع الاهلي وصلوا جواب. طيب الجواب ده فيه ايه يا عم خالد؟ وسؤال، هو الجواب وصل للاهلي انت عرفت منين؟ بس اتس اوكي، عرفوا وخلاص. المهم الجواب ده فيه يا سيدي ان كهربا اتظرف 6 شهور كمان عقوبة. ومش بس كده، ده المفروض يدفع 2.5 مليون دولار. 2.5 مليون دولار، ما شاء الله الفلوس بتزيد، الفلوس بتزيد. يعني هو كانوا 2 مليون، الفوائد على ما انا فاكر كانت واصلة 2 مليون 300 حاجة في الرينج ده. ربنا وفقها كده وزادت ل 2.5 مليون دولار. حلو. طز في الكلام ده كله مش مهم، احنا خلينا في الحاجة الأهم. كهربا خد 6 شهور، ده بناء طبعا على الاخ خالد الغندور والاخ خالد طلعت، اللي طبعا خالد طلعت حب بقى يعلي على خالد الغندور وقال لك والله دي دلوقتي بسعر الدولار الحالي يعملوا حوالي 65 مليون جنيه. بس بقى لو كهربا هيجيب سوق سودا هيبقى ب 85 مليون جنيه. ايه اللذاذه دي؟ ايه يا جدع اللذاذه دي؟ بالراحه على نفسك شويه. طيب واحد سؤال بيطرح نفسه، يعني فكرة ان انت تمشي ورا الاتنين دول ده يعني محتاج ان انت يعني مش عارف، مش عايز اقول كلام يعني صعب، ولكن اتس اوكي. ها، في جواب وصل للنادي الاهلي والكلام ده كله؟ طب هل في 6 شهور 6 شهور والكلام ده كله؟ لا. طب ايه يا جدع القصة؟ فهمنا وعرفنا ووعينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع كالآتي زي ما هقوله لك بالظبط. اللي حصل ان محامي السيد كهربا بعت للفيفا يستفسر منه يا فيفا والله العقوبة قربت تخلص. هي العقوبة يا جدع هتخلص يوم ايه؟ يوم 15 يناير. يوم 15 يناير يعني لسه الشهر الجاي في نصه، لسه يوم 15 يناير دي العقوبة. وخلي بالك العقوبة مرتبطة بالدفع، يعني لو حضرتك بكرة الصبح دفعت خلص الموضوع. طيب فيوم 15 يناير. طب يا جدع ايه الموضوع؟ قال لك والله الفيفا، المحامي بتاع كهربا بعت للفيفا يا فيفا انا يوم 15 يناير ان شاء الله العقوبة هتخلص. اعمل ايه او في ايه او نعمل ايه؟ فالفيفا رد على السيد كهربا بالجواب اللي هو بيقول له والله ان انت ما ينفعش ان انت تلعب الا بعد حاجات معينه، ان انت تسدد الغرامه والكلام ده كله. بس وبس على كده. طب يا جدع هل خد 6 شهور كمان؟ لا، ما خدش اي حاجه، ما خدش اي حاجه. هو زي ما بقول لك هو عباره عن استفسار. انا استفسرت ايه اللي هيحصل، اترد عليا ان انت لازم تدفع وخلاص على كده. طيب هل الموضوع هيقف عند هنا؟ لا. طب ايه اللي هيحصل؟ هتبعت استفسار تاني. وانا عارف ان احنا يعني الكلام ده بنعيد ونزيد فيه بقالنا حوالي سنة او 6 شهور اللي فاتوا دول بنتكلم في نفس الموضوع. طيب هنعمل ايه؟ هنبعت استفسار تاني يا فيفا انا هدفع جزء من المبلغ. يعني الاول هو رد عليك قال لك والله لا مش هينفع انك تلعب الا لما تسدد المبلغ. تمام، فالموضوع بسيط وسهل. طيب هيبعت استفسار تاني مره تانيه للفيفا يقول له والله يا فيفا انا معيش غير 300 الف دولار على حسب يعني المبلغ اللي هيدفعه، وهو ده اللي معايا دلوقتي. فهل ينفع ان انا اقسط الكلام ده كله؟ وهنا هننتظر رد الفيفا، لان بقى الفترات اللي فاتت كان الكلام بيطلع بقى من هنا ومن هنا، ولكن انت دلوقتي بتطلع الكلام من الفيفا رسمي. فالفيفا هيرد ينفع فتدفع الجزء دوت وتكمل بعد كده الاجزاء اللي باقي عليك. لا والله ما ينفعش فتضطر تدفع الفلوس كلها. وانا بقول لك اهو وانتظر، هيبقى في جواب تالت. واحد يقول لي جواب تالت بتاع ايه؟ هتبعت تقول للفيفا والله يا فيفا هل العقوبه انا هشيلها كلها ولا نص بنص؟
يعني انا نص والنادي البرتغالي النص التاني. فانت الفترة الجاية ان شاء الله باذن الله انتظر هذا هو السيناريو، يعني عشان كهربا هيتوقف كتير الفترة الجاية في الاعلام، فكل شوية هيتوقف، فانت ايه حضر دماغك عشان تبقى عارف. فاحنا ده جالنا جواب بتاع ان والله يا عم كهربا يوم 15 ما ينفعش ان انت تلعب الا لما تكون مسدد. فكهربا بعت استفسار تاني عشان الاسبوع الجاي مثلا تلاقي ايه يقول لك يا نهار اسود يا جدع عقوبة جديدة لكهربا غير العقوبة القديمة، هي ولا حاجة، هو رد على الاستفسار الاولاني. في استفسارين كمان انا بقول لك اهو كهربا هيعملهم، فريح دماغك واقعد على الاريكه وريح دماغك، مفيش الكلام ده. بس انا بقول لك حاجه، معلش انا اسف يعني، وهنا سادخل برايي، اللي فات ده ما كانش رايي، ده الحاجات اللي طالعه من كهربا ووكيله والنادي الاهلي، ولكن معلش دعني ادخل برايي، تاخده ما تاخدوش انت حر، يطلع صح يطلع غلط، وارد وارد. طيب واحد يقول لي بصراحه مش متفائل وخلصت، مش هقول اكتر من كده، بصراحه مش متفائل تماما، ولكن مش هقول اكتر من كده ونقف. وارد بقى ان الكلام بتاعي يطلع صح وارد يطلع غلط، انا هنا لا بنتصر لرايي ولا حاجه، انا بقول لك راي بصراحه، احساس داخلي اني بصراحه مش متفائل، بس هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس كده انا اطلعتك على موقف النادي الاهلي، وانا مش خبير لوايح ومش اي حاجه، انا بجيب لك الكلام اللي بيتقال، فلا بزود ولا بنقص، ده اللي اتقال خد كوبي بيست تيك من محامي كهربا لحضرتك بدون رأي، الرأي الوحيد اللي قلته مش متفائل وخلصت على كده. طيب الحاجة التانية يا جدع، الحاجة التانية يا جدع، انت دلوقتي داخل فيه او بتتحرك بشكل يعني اتمنى يكون سريع في حسم صفقة عمر فايد لاعب المقاولين العرب. انت داخل دلوقتي بتحاول ان انت تخلص الصفقة على اساس ان هو يكون موجود معاك، فده يعني. طيب واحد يقول لي هو المقاولين العرب طالب كام في اللاعب؟ والله بص حتى الان ما فيش حاجه رسمي، يعني ما فيش كلام رسمي، بس عايز اقول لك حاجه، المقاولين العرب مش زي اي نادي تاني. واحد يقول لي يعني مش بيغلي قوي عليك، بس هو بيحط لك خوازيق في العقد، مقاولين يبقى لازم يحط لك خوازيق فلا هو هيحط لك بدون وزاره، هو هيحط لك شويه حاجات في العقد. طب الحاجات دي ايه؟ نسبه مشاركه، اعاده بيع، مش عارف ايه الحاجات اللي هم عملوها زي طاهر محمد طاهر، فتلاقيه بياخد فلوس طول الوقت طول الوقت. والله طاهر محمد طاهر عدى على المنتخب ياخد له مليون جنيه، والله طاهر محمد طاهر خد بطوله افريقيا ياخد له مليون جنيه، والله طاهر محمد طاهر خد بطوله الدوري ياخد له مليون جنيه، والله طاهر ما هو معدي الشارع عمل لواحد باي باي ادي مليون جنيه. طاهر محمد انت حرفيا شغال اي حاجه بتعملها بطاهر محمد طاهر بياخد فلوس، ده لسه لما طاهر يحقق التارجت بتاع الاهداف فيها فلوس برضو، فبس اعتقد يعني ده تارجت مش هيحصل، بس اتس اوكي يعني برضو محطوط من ضمن الباكج. انت برضو هتتفاوض على عمر فايد على نفس الكلام. خلي بالك المقاولين هو عنده طلب على استحياء كده من بعيد، اللي هو لو ما فيهاش بس اساءة ادب، اللي هو ايه والله يعني لو عندك مهاجم يعني عندك مش عايزه سلفه لنا لان هم محتاجين مهاجم، بس كده يعني. هو يعني من بعيد كده عارف انت على استحياء كده، الناس محترمه يعني، هو حط لك الخوازيق ومشي، بس على استحياء يعني لو عندك حاجه كده فرود لذيذ مش عايزه من الناس اللي الشنطه او الميكروباص اللي طالع بره النادي الاهلي، اديني واحد، انا عايز واحد، اديني اي مهاجم من عندك، اي واحد اي واحد. واحد يقول لي هو في مهاجمين هيرحلوا عن النادي الاهلي؟ في 2 هيرحلوا عن النادي الاهلي وممكن يبقى 3، ولكن خلينا ما نستبقش الاحداث، بس في 2 هيخرجوا. يا نهار اسود انا فضحت نفسي. في 2 يعني خلاص، هو مش هقول لك اسامي، بس هم في 2 هيطلعوا بشكل رسمي، وممكن واحد 3 ممكن بس مش اكيد قوي، فده حاجه يعني. طيب بكره عندنا ماتش سيراميكا كيلوباترا مع النادي الاهلي الساعه 7 مساء، وده طبعا هيبقى ماتش صعب جدا، بتلعب قدام سيراميكا اللي انت مديلهم لعيبه، وبالتالي ليلتنا زي الفل، ليلتنا زي الفل. اصعب شيء تلعب ضد 2 مدرب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي اللي معار بره او اللي طلع من النادي الاهلي وهو متضايق، يا ساتر بتشوف بلاوي. اصعب شيء، اصعب مباريات النادي الاهلي هي دي، تلاقيه بتلعب ضد مدرب للنادي الاهلي، ويا سلام بقى لو مدرب نفسه يثبت نفسه ومثلا اسمه كان مرشح قبل كده انه يخش النادي الاهلي، فهيتحول حرفيا ليورجن كلوب.
بيب جوارديولا قدامك، او ده لو هو كورته حلوه. اما لو كورته من النوع اللي هو المعفن، فهيتحول حرفيا حرفيا. يعني مش عارف مين النسخ اللي هي بتاعت بره، بتاعت حد كده يكون، بس ما فيش حد بيلعب الكره العقيمه بتاعتنا دي، بتاعت يعني قفل ووقف الاتوبيس. هو بيقول لك مورينيو هو اللي بيقفل بس مورينيو ده طلع غلبان، والله والله العظيم. يعني بره بيشبهوا مورينيو، بيقول لك ده بيركن الاتوبيس بارك ذا بس يعني، ولكن ده مورينيو. بيتخيل مورينيو بيقول لك والله ده اللي بيركن الاتوبيس. امال لو شافوا عندنا علاء عبد العال وطارق العشري هيعملوا ايه؟ ف انتظر طبعا مباراة صعبة جدا للنادي الاهلي. فهنشوف يعني الدنيا ماشية ازاي. بس كده.